مشكلتنا دايما ان احنا بننسى، ما عندناش طولة بال. ولاد عمنا من الناحية التانية ممكن يقعدوا يفكروا 1000 سنة وما عندهمش مشاكل. فاكرين من اول 7 اكتوبر كانوا عاملين ازاي؟ كانت الناس متضامنة والمقاطعة دي على اكمل وجه. لكن دلوقتي الناس بتهدى اكنه كان ترند ونزل. يا جماعة خلوا بالكم، والله احنا كنا شغالين صح جدا. مش هقول لك بقى عشان ولاد عمنا اللي هناك دول ما يستفيدوش والاقتصاد بتاعهم ينهار والكلام ده كله. يا جماعه احنا فعلا ساعدنا اقتصاد بلدنا ان هو ينهض بسبب مقاطعتنا. في ناس كتير قوي مخبيين عليكم من الناس الاعلاميين اللي عندنا في مصر هنا ومحسسنا ان المقاطعه دي ما كانش ليها لازمه. لا يا حبيبي، دي كان ليها لازمه ولازمه كبيره قوي. كان التضخم بتاعك قبل اكتوبر كانت 40%، بعد 7 اكتوبر وصل ل 38 وكان في النازل. لما انت هترجع تشتري منهم منتجاتهم تاني، انت بتضر تاني بلدك وبتضر الاقتصاد، ان انت عمال تصوت بسبب غلاء الاسعار. الترند اللي طالع دلوقتي غلاء الاسعار ليه؟ عشان ينسيك اللي حصل او اللي بيحصل هناك واللي بيحصل حواليك، وايه اللي انت عملته في نفسك لما انت قطعت المنتجات اللي هي المستورده. خلوا بالكم يا جماعه، احنا كنا شغالين صح، يا ريت نستمر. اللي بيحصل ده مجرد تقلبات في السوق، دي حاجه طبيعيه جدا بسبب ان اشاعات كتير عماله تطلع. الدولار هيطلع هينزل، طب الفايده هتطلع هتنزل، ما حدش كان عارف حاجه. الناس مخبيه عنا عليكم ان البورصه المصريه من اول 7 اكتوبر وهي شاده حيلها جدا. البورصه المصريه عندنا مرتفعه بكسرت حاجز ال 30,000 نقطه، وده من يمكن من اكتر من 20 سنه ان هي تعمل كده. فاللي بيحصل ده ان هو تصحيح للسوق. السوق بيبتدي بقى ياخد مجرى تاني. هتبتدوا تلاقوا، لو الناس اللي مهتمه بالبورصه هتلاقي نفسك من جلسه يوم الاحد هتبتدي البورصه تنتعش من اول وجديد تاني. خلي بالكم، استمروا في المقاطعه. انتوا كده ليكوا اجر الجهاد. لو انت مش قادر تروح تجاهد بنفسك او بمالك، فانت كده ليك اجر الجهاد عليهم ان شاء الله، ان انت بتساعد اخوانك وان انت يكتب لك اجر الجهاد. يا ريت كلنا يكون عندنا ربع الفرصه اللي تقدر تسنح لنا بالموضوع الجهاد الفعلي، بس احنا مش قادرين. فجهادك ان انت ما تنصرش عدوك عليك وما تنصرش عدوك عليهم. قاطع واستمر في المقاطعه، ان شاء الله ربنا هينصرنا ان شاء الله. اشوفكم على خير دايما، ومع السلامه.